بعد ما عملت شاورما الفراخ السوري في البيت مع التومية بالتتبيلة وبالطريقة دي، وانا ما بقيتش اشتريها من بره تاني علشان بتطلع احلى من المحلات. في بولة غويطة هنحط كوباية كبيرة من الزبادي، وهنحط لها كوباية كبيرة من عصير البرتقال مع عصير ليمونة كبيرة، معلقة كبيرة توم وجنزبيل مفرومين، وهنتبل بالفلفل الاسود، هنحط الكزبرة ناشفة، هنحط كمون وبابريكا، هنحط حبهان مطحون وبصل باودر، وهنحط كمان رشة قرفة، وهنحط كمان عليهم كبابة صيني، وهنزود ربع كوباية من زيت الزيتون. وبعد كده بقى هنظبط الملح بتاعنا ونقلب التتبيلة دي كويس جدا. وعشان تبقى أطعم عملت ميكس ما بين الصدور والشيش من مفازة، جبتهم وقطعتهم لقطع صغيرة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى حطيتهم في بولة ونزلت عليهم بكل التتبيلة اللي أنا عملتها. وهنسيبها بقى في التتبيلة دي براحتها خالص، أقل حاجة طبعا تبقى 6 ساعات، ويفضل طبعا لو قعدت ليلة كاملة في التلاجة بتبقى أحلى. بعد كده في طاسة سخنة جدا على نار عالية من غير أي دهون خالص، أنا اكتفيت بس بزيت الزيتون اللي حطيته في التتبيلة. هننزل الفراخ شوية شوية عشان ما تنزلش ميتها، وأول ما تستوي هنطلعها في طبق على جنب. بجيب بقى العيش السوري دوت وبحط فيه التومية، وبعد كده بحط بقى بطاطس والفراخ اللي احنا سويناها مع شوية مخلل، وبلفهم كويس. وبعد كده بقى أي صينية فرن أو أي صاجة كبيرة عندكم حطوا فيها شوية زيت ونزلوا فيها العيش ده بقى يتحمص كده وياخد اللون ده من كل الجوانب. قدموها مع التومية وبألف هنا.